في قلب منطقة البساتين، منطقة الناس بتخاف تمشي فيها بالليل. ريحة الموت هناك مش بس من المقابر، لكن في حاجة تانية مدفونة جوه التراب، حاجة بتتنفس وبتصرخ كل ما الليل يسكت. النهاردة هحكي لكم عن واحدة من أغرب القضايا اللي اتحققت فيها نيابة البساتين. جريمة بدأت بريحة وانتهت بحاجة محدش يصدق إن هي حقيقية. دي قصة جريمة المقابر، الأرض اللي رفضت تبلع السر. يلا بينا نبدأ القصة. الساعة كانت 3 الفجر. اسم شرطة البساتين استقبل بلاغ من حارس المقابر. الريحة بقت مش طبيعية يا باشا، ريحة مش زي أي جثة، والكلاب بتفضل تهوهو طول الليل ناحيتها. الضابط حسام اتحرك ومعاه فريق، ولما وصلوا عند المقبرة كانت ساكنة، بس الهوا كان تقيل. الحارس راجل كبير اسمه عم منصور قال بصوت مرعوب: من أسبوعين جت عربية نص نقل بالليل، قالوا جايين يدفنوا حد من قريبهم، بس ما كانش معاهم تصريح دفن ولا حتى اسم مكتوب على التابوت. ومن ساعتها الريحة دي طالعة وما بتروحش. الضابط أمر بفتح المقبرة، وأول ما فتحوا الغطاء الحجري حصل حاجة غريبة. الهوا خرج بقوة، كأن المقبرة كانت بتتنفس، والريحة اللي طلعت منها محدش قدر يقف جنبها. لقوا جثة ملفوفة في قماشة سودة ومكتوب عليها بالطباشير: ارقدي بسلام يا ليلى. لكن الغريب، الجثة كانت متحللة جزئين، ورجليها باين عليها إن هي اتحركت بعد الدفن. المعاينة المبدئية قالت إن الوفاة من أكتر من أسبوع، لكن في آثار خدوش على الباب من جوه المقبرة، كأن في حد كان بيحاول يخرج. الضابط بدأ يسأل: حسام، مين دفنها يا عم منصور؟ منصور رد عليه وقال له: واحد اسمه حمدي، وقال إنها أخته، بس ما كانش في حد غيره، وكان معاه واحد تاني غريب. ولما رجعوا الكاميرات اللي على مدخل المقابر اكتشفوا إن العربية اللي دخلت ما خرجتش، اختفت تماما. تم استدعاء حمدي اللي قال كلام أغرب من الخيال: ليلى مش أختي، ليلى دي مراتي، ماتت في حادث وكنت عايزة أدفنها بنفسي بعيد عن الناس، بس بعد يومين من دفنها لقيت باب المقبرة مفتوح وسمعت صوتها بينده عليا. الضابط قرر يكمل التحريات، ولما راحوا بيت حمدي في منطقة البساتين لقوا صورة لست نفس ملامح الجثة، بس في كل صورة بيبقى وراها ظل أسود، كأن الشخص واقف بيتفرج. الجيران قالوا إنهم كانوا بيسمعوا صريخ من البيت بعد نص الليل، وكانوا بيشموا ريحة زي اللي في المقابر. التحليل الجنائي قال إن الجثة دي اتدفنت حية، وآثار التراب جوه القصبة الهوائية عندها كانت ظاهرة جدا، كمان الأظافر مكسورة من كتر محاولة الخروج، يعني كانت بتحاول تخرج. لما استجوبوا حمدي تاني انهار وقال الحقيقة: هي ما ماتتش، أنا اللي دفنتها بإيدي، كانت بتحاول تفضحني، أنا كنت شغال في تجارة الآثار وهي عرفت وكانت عايزة تبلغ عني، فخنقتها بحاجة خلتها تفقد الوعي ودفنتها جوه المقبرة القديمة. بس اللي حصل بعدها محدش قدر يفسره.
بعد يومين المقبرة نفسها اتفتحت لوحدها، والتابوت طلع نصه فوق الأرض، كأن الأرض رفضت إن هي تبلع الجثة. أثناء إعادة تمثيل الجريمة، الضابط حسام لاحظ حاجة مرعبة. على الجدار الداخلي للمقبرة كان مكتوب بخط متقطع: أنا ما متش، هو اللي دفني. التحقيقات خلصت باعتراف كامل من حمدي، وتحولت القضية لقتل عمد مع سبق الإصرار. لكن بعد أسبوع من حبسه، الحارس بلغ إن المقبرة اتفتحت تاني والجثة بقت مش موجودة. راحوا يدوروا في كل مكان، ولحد النهاردة مش ظاهرة. وكل مرة يجي فيها مطر تظهر نفس الريحة، وتتعالى الأصوات كأن حد بيخبط من تحت الأرض. في منطقة البساتين محدش عارف هل كانت الجريمة انتهت فعلا ولا لسه مكملة. الأرض اللي بلعت دم رفضت تبلع السر، وكل مرة ريحة الموت بتطلع. الناس بتفتكر إن ليلى رجعت تدور على اللي دفنها بإيده،